السلام عليكم. أنا اسمي غويو من قناة المهرج الصعيدي. اليوم أعلمكم كيف تظبط حساسيتك الجيروسكوب لو أنت مش عارف تظبطها على سكوب 4 وسكوب 6 وسكوب 3. سكوب يعني 6 وتنزل على 3، أو سكوب 3 وترفع على سكوب 6. وهي 100 تشوت وثابت كل حاجة. لو الإيم منك بيروح يسار أو يمين فبعلمك حاجة. هتخش على الحساسية عندك. أول منظار ده خاص باللي هي الفوق والتحت، تحكم في السلاح يعني تبقى خفيف. وتاني خيار اللي هو بدون منظار تي بي بي، ده خاص بالحساسية يمين ويسار. يعني لو السلاح منك بيتعفرت بيروح يمين ويسار، فانت حاجات ايه تخفف من الحساسية دي، يعني تقلل منها لما يروح يعني قوي. يعني لو السكوب عاد بيروح يمين ويسار زود منها عشان السكوب ما يروحش يمين ويسار منك ويقعد يغلبك. هنا عندي سكوب 4 ثابت و100، وسكوب 3 كذلك الأمر، وسكوب 6. طبعا هنا حسيت السكوب مش حلو جدا ممكن يكون بيروح ناحية يسار أو ناحية يمين، فقلنا نجرب تاني يمكن ما ظبطش المرة دي، اظبط المرة الجاية مثلا. يعني لقيت الحساسية يعني مظبوطة، فقلت ببعد المسافة شوية بشوف الهيد شوت يظبط ولا لا. فأنا يعني يعتبر ظابطه 100. بس السكوب يعني مش عاجبني، ممكن يكون يعني بدوس في الجيروسكوب قوي أو كده بحمل عليه، يعني مش جدا. فقلت هنا بخش الحساسية تاني وأظبط حاجة ولكم عليها. يعني السكوب مش بيجيب هيد شوت في المسافات البعيدة جدا يعني، فقلت لازم تتعلم. يعني مثلا يعني جيروسكوب، لو تلفونك او الهاتف بتاعك مش بيدعم جيروسكوب فانا اعتذر منك، يعني الفيديو مش ليك. يعني لو عندك الجيروسكوب فتظبط، يعني تنزل السكوب 4 مثلا وتزودها 17 او 18. يعني انا كنت بخليها 16 خدتها 17. لو كان يعني السكوب مثلا مش ثابت بيروحوا يمين ويسار ومش بيدي هيد شوت فعندك الحساسية ممكن تجربها. عندك حساسية جيروسكوب، وانا ممكن تزود الجيروسكوب اللي هي اول واحدة دي ان اس والاو دي اس. دي اس دي بنت حاجات يعني تزودها عن اللي فوق، يعني تخليها زايدة عن اللي هي ديك اللي فوق عشان السكوب ميروحش برضه يمين ويسار. فهنا بتظبط الجيروسكوب بتاعك وهتلاقي الدنيا مية. فهنا قلت بجرب لقيت اليم ظبط يعني وبيجيب هيد شوت جدا، يعني اليم بيجي ثابت في منتصف الراس. فقلنا ماشي سكوب 400 معنا، يعني ما فيهش ولا غلطة، كويس يعني جدا. بيجيب هيد شوت مش بيروح يمين ويسار وثابت على الراس يعني. فقلنا نجرب سكوب 6 ده هنا سكوب 3 ونخلينا سكوب 6. وسكوب 6 ثابت جدا كامل، يعني بيرفع جدا الجيروسكوب بتاعه كلها، بس يعني طلقات هيد شوت كلها. فسكوب 6 مظبوط معنا وسكوب 3 وسكوب 4. هدول السكوبات يعني كلهم في اللعبة بتاعت بابجي موبايل كله بيلعب بالسكوبات دي. فأتمنى تكون استفدت من الفيديو. اللي عمل المهرج الصعيدي اسمه ووجو، يعني ووجو في حساب بابجي، والمهرج الصعيدي في القناة على اليوتيوب. أتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لي اشتراك في القناة، إن شاء الله نعمل لكم محتوى جميل جدا ويكون محتوى هادف كده وتستمتعوا معنا. مستني اللي هنوصل لكذا واحد مشترك عشان نفتح بثات مباشر والدنيا تبقى حلوة معنا. ونتمنى كده تكونوا مستمتعين بالفيديو وتستمتعوا في الصفحة معنا ان شاء الله يعني. وطبعا مش شايل الجروزة بقول بس الجروزة وحشة او حاجة، فانا رشت الاعدادات او الحاجة اللي ماسكة للمفور بفضل ظبط للمفور 100 وثابت كان جدا، يعني مش لازم حتى من غير اعدادات تكون المفور ثابتة او كل حاجة. انا ماسك الجيروسكوب فقلت اجرب على الجيروسكوب، يعني لقيت الام 100 ظابط على الجروزة. جيروسكوب 100 وسكوب 400 على الجروزة. فالجروزة 100 برضه ثابتة عشان ما حدش يقول مثلا ما معاك جروزة وما قدرش تلعب بيها ما قدرش يظبط عادي. لا، الجروزة 100 سكوب 3 وسكوب 4. سكوب 6 يعني تكون صعبة جدا، يعني هترفع، بس يعني ما جربتش اللي انا اعمل سكوب 6 كامل والعب بالجروزة الجيروسكوب. واتمنى تكون استفدت
وان شاء الله ما تنساش الاشتراك في القناة.